سلطان الغنام، فهد الهاجري، هارون الزبيدي. كابتن كابتن سلطان غنام من المدافعين المميزين اللي يمتاز بتمركزه الصحيح في منطقه الدفاع. من الصعب ان انت تخترق المنطقه اللي هو فيها، خاصه الجهه اليمنى. مدافع يمتاز بالنزعه الهجوميه عنده، خاصه في الكور الطويله. دائما ما يكون مساعد في خط الدفاع، ومساعد بشكل كبير كذلك في بناء الهجمه. في اي هجمه للمنتخب السعودي تلاقيه متواجد في اماكن جدا مؤثره. لاعب قوي سريع نشط، يملك مسافات طويله ممتازه جدا، وفيها دقه عاليه من الجوده في الباص. التحاماته دائما ما تكون قويه، من الصعب ان انت تخترقه خاصه في الجهه اليمنى. طيب فهد الهاجري. كابتن فهد الهاجري طبعا من اللاعبين المميزين في قلب الدفاع. دائما ما يكون متواجد في في منطقه مع المهاجمين اللي موجودين. من الصعب ان انت تقدر تستفيد من اي كوره في منطقه ال 18. فدائي، على كل كوره يقاتل لاقصى نفس فيه. يتابع كل كوره ساقطه من حارس المرمى، قريب من حارس المرمى من المدافعين. نشط في منطقه 18، من المدافعين صراحه اللي الحارس يرتاح جدا معه. طيب اللاعب الثالث هارون. كابتن هارون طبعا كابتن هارون من المدافعين الاقوياء جدا بصراحه، وعنده خبره كافيه في منطقه ال 18. تصدى الكثير من الكور في المنتخب اليمني على مدار الثلاث جولات اللي لعبوها. ساهم بشكل كبير انه يعني يلغي اي هجمه لاي منتخب في منطقه ال 18 للمنتخب اليمني. مدافع بصراحه مستواه عن مباراه قاعد يزيد. صغير في السن، قوي نشيط، يتمركز بشكل صحيح. دافع عن مرماه ببساله بصراحه في الجولات الاخيره، وبالاخص الجوله الاخيره. الكره سكرت اوليفر جيرو يعني اي بالضبط، لو ركبت هاي كان بيكون احلى جول في البطوله. يمكن المنتخب اليمني في البطوله كابتن حسين شفنا بروز فردي للاعبين بشكل كبير. صحيح. وعلى الرغم من انه يمكن من اكثر البطولات اللي يشوف اعداد المنتخب اليمني فيها قليله وبسيطه، امكانيات جدا جدا بسيطه. امتازوا لاعبين كثر منهم طبعا ما ننسى حارسهم، حارس مميز جدا صراحه بكل امانه. واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المجال الرياضي، وكذلك في حياته الخاصه. انت مستانس عليه من اول حلقه وتتكلم عنه. انا اللي مفاجئني يعني بس او ما نبي بعدها بنجي فئه الحراس، لكن محمد من الحراس اللي صحيح مميزين صراحه، قدم مباريات ممتازه. اللي مفاجئني اكثر فيه انه هو في البطوله كان من غير مدرب حراس، وهاي شيء مش سهل على حارس مرمى ان انت تحافظ على مستواك وتدخل جو المباريات بدون حارس مرمى. مدرب حراس غير انه مدرب كذلك نفسي، يتكلم معاك، يشرح لك اخطائك، ينبهك على بعض الاساسيات حتى في ارضيه الملعب. صحيح اكيد يكون في توجيه، وتحب تحس مثل ما يقول مش بالامان، تحس ان فيه شخص مهتم فيك واللي سند خاص لك. لان حياه الحراس دائما تختلف عن حياه اللاعبين، لكن بشكل خاص الحارس دائما ما يكون قريب وايد من مدرب حراس. من اكثر واحد كنت ترتاح اذا شفته على الخط من المدربين يعني؟ اي والله بصراحه كلهم، بس هم مش مرتاحين. اغلب المدربين الحراس اللي تعاملت معهم صراحه يعني تلعوزهم جدا، خاصه يوم كنت صغير يعني. لكن يوم وصلت الفريق الاول هدت الامور بشكل كبير يعني. يعني هذا على مستوى الفئات السنيه. الفئات السنيه طبعا. طيب الفريق الاول؟ لا الحمد لله كنت راكد وهادي ومرتاح الحمد لله. اغرب شيء صار معك او اغرب قصه صارت معك؟ اغرب موقف يعني ايا كان؟ طيب يعني في كحارس مرمى. إيه انا من النوع اللي اهتم كثير في القفاز، تكرم اللي يكرمون المشاهدين اللي البسه، اهتم فيه بشكل مميز يعني. هي اهم شيء، اهم عنصر عندي. وعاده من النوع اللي انا احب انظف نفسي. في حد المباريات ما نظفته، عندنا في البيت الموظفه في البيت نظفت هي القفاز اجتهادا منها. هي شفته نظيف، توقعت انه نظيف من قبل، استخدمته مع اول ربع ساعه كان الجو عندنا رطوبه عاليه، بدا يزبد القفاز. عاد ما ادري ضمن خفيف يطلع لي، امسك الكوره يا حسين ابد ما عاد تمسك ولا عاد يسوي شيء. الحين الوهقه لا اقدر افسخ القفاز ولا اقدر اكمل، ولا عندك قفاز وابد ما كان عندي. ومن ذاك اليوم درس تعلمته بصراحه،
انك تهتم بقفازك نفسك. ابدا نفسي، ويكون عندي بديل له في الشنطه لازم، ويكون جديد ما لبس. اي مباراه هذه كانت؟ ضد منتخب العراق، كانت وديه هني. وديه زين عليه، دام وديه ما عليه. الحمد لله. بس بعد انت العراق كان عندهم يعني فريق صراحه يعني مرعب، يعني من افخم الفرق في اسيا في ذيك السنين. كان دائما المنتخب العراقي لا زال الصراحه. صحيح. طيب خلينا نشوف ابراهيم من السعوديه. الله يرضى عليك يا ابراهيم. طولنا عليه. ايه طولنا عليه. ما عجبه موضوع القفاز. انا ليش اقول الحراس؟ ما قلت كابتن، الحراس دائما عندهم حالات او يعتبرون حالات خاصه بين اللاعبين، يعني من ناحيه التعامل، من ناحيه حتى تفكير، من ناحيه ردود افعالهم. صحيح. حتى خاصه ردود افعالهم. اي صحيح. ما تقدر تنبأ خاصه في الاجيال القديمه. الجديد ما ادري والله. انا ما اقدر اتكلم عن الكل ولا اخص الكل، لكن ما تقدر تنبأ بتصرفاتهم احيانا. يمكن اغلب مدربين الحراس لما اتكلم معاهم يقول لك اذا الحارس ما كان عنده في جنون، في شيء تصرفاته، يعني تقصد انه في شيء طافي عنده. شيء يعني لا اتكلم كجنون من ناحيه انه دائما تحس تصرفاته غير عن اللاعبين. شوف بقول لك شيء فيصل، انا مره قعدت مع احد المدربين قلت لهم ليش يعني ياخذون فكره عن الحارس انه هو يعني دائما عدواني ودائما انه هاي. قال لي شوف خل العاطفه، انت لو تفكر فيها باسلوب او فكر رياضي، الحارس يعرف شلون يطير او يطير للكره، لكن ما يعرف شلون ينزل. هاي مشكله. صحيح. يعني الحارس دائما عنده مبدا واحد، الكره بس هي شو اللي بيصير عقب الكره مش فارق عنده بشيء. يعني الكره مهما يعني مثلا لعبت الكره في زاويه بعيده، يطير من مكانه ياخذ. اهم شيء انه يشيلها وخلاص. المهم انه يوصل لها. شلون بينزل على من؟ شو اللي تحته؟ هاي بعيد في التفكير، كلش بعيد. فالحراس لهم عشان كذا لهم فكر خاص، لهم طابع خاص. احنا ما نقول انهم يعني فيهم شيء، لا اكيد، بس احنا نتكلم لكن دائما ان المسؤوليه كبيره، طريقه التفكير مختلفه. فيصل المسؤوليه كبيره عليهم. صحيح. يعني الفريق يعني هو اخر واحد في الفريق. المباراه كلها نتيجتها في النهايه الحصيله عنده هو، يعتمد عليه. فالحارس الحين اصبح حتى جزء من اللعبه في الكره الحديثه، اصبح جزء كبير.